السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وكتمتعوا بصحة جيدة. اليوم جيتكم فيديو آخر لمائدة رمضان، خبز في الفران من السم. كيجي هشيش بزاف ولذيذ وسهل التحضير. خليكم معايا مع المكونات وطريقة التحضير. هنايا بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الابيض، معلقه صغيره ديال الملحه وديال السكر وديال البافو، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز وشويه ديال الزعتر اللي كنحكو في يدي. غادي نضيفو من بعد واحد البيضه، وعندي هنايا شويه ديال الزيتون خضر اللي قطعته الى قطع صغيره، تقدروا تعوضوه بالزيتون الاسود. عندي ربع كاس ديال زيت الزيتون، كاس ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال الزبده، وعندي هنا بصله كبيره مشرده اللي شحرتها في زيت الزيتون، وشويه ديال الملحه والبزار. غادي نوضع الكل في العجانه ونخليها كتعجن ليا هاد العجينه هذه. ومن بعد غادي نضيف هنا زدت هنايا ربع كاس ديال الماء باش نجمع العجينه ديالي، وفي الاخير كنضيفوا شويه ديال الفرماج المحكوك. صافي العجينه خصها تكون مطلوقه البنات. هنايا كندهن يدي بشويه ديال الزيت باش كنجمع العجينه ديالي. صافي كنجمعها هكا بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي نقطعها الى كريات كتكون بحجم واحد، وتقطعوها على 6 ولا على 8 ولا نتوما تحكموا في الحجم ديال هاد الخبيزات اللي غادي ديروا. صافي انا هنا غادي نشكل كريات اللي غادي تكون بنفس الحجم. كندهن يدي بزيت الزيتون وكنشكل الكره ديالي وكنوضعها مباشره في الصينيه ديال الفران اللي كنكون بطبيعه الحال فرشت ليها ورق الزبده. كنستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال العجينه. صافي هنايا البنات من بعد ما كملت كندهن عاوتاني يدي بزيت الزيتون باش كنقرص هاد الخبيزات شويه، كنقرصهم بهذه الطريقه هذه. انا هنايا جاوني 9 ديال الكرات ديال هاد الخبيزات هادو. درت 9 ديال الكرات كنقرصهم بنفس الطريقه من بعد ما كنوضعهم في. صافي هنا البنات من بعد ما خمروا لي الكرات ديالي غادي ندهنهم بصفر البيض كما كتشوفوا معايا. ندهنهم مزيان من الفوق ومن الجوانب، ما نخلي حتى بلاصه. كندهنهم مزيان بصفر البيض. هنا البنات عندي فرماج محكوك اللي خلطت معاه شويه ديال الزعتر. كنجي وكنوضع واحد الكميه في وسط كل خبزه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. كندير كميه ديال الفرماج اللي خلطت معاه الزعتر، ومن بعد كنجيب الزيتون الاخضر اللي مقطع الى دوائر وكنحطو بهذه الطريقه فوق دوك الخبيزات. صافي كندير الزيتون في جميع الخبزات اللي عندي، ومن بعد كندخلهم للفران بدرجه حراره 180 حتى كيتحمروا عندي، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. هادو هما الخبيزات ديالي اللي حضرت معكم اليوم، الخبيزات اللي طيبتهم في الفران. كيجيو على هذا الشكل هذا البنات، كيجيو فريمون كيجيو لذاذ وخفاف على المعده وزوينين في المائده رمضان، لانه فريمون كيكونوا خفاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم حتى نتوما وتردوا عليا الخبر في التعاليق. خبيزات في الفران بالزيتون والفرماج كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تجربوهم لمائده رمضان ليكم ولولاداتكم وللضيوف ديالكم والعائله ديالكم. علاش لا؟ ما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله والبارطاج ديال الفيديو مع الاحباب والاصدقاء اللي تعطيهم الفائده وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. على ضمانتي غير جربوا هاد الخبيزات، راهم فريمون لذاذ بزاف. هما كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو مفشفشين وهشاش. ما عليا غير نقول لكم البنات الى فيديو قادم ان شاء الله، فيديو جديد وصفه جديده. مع السلامه وفي امان الله.